افريقيا مطلع العام المقبل بساحل العاج. المنتخب الجزائري اذا مشاهدينا متابعينا يعود الى الشهيد حملاوي بعد غياب لسنوات طويله. ها هو المشهد اليوم يتكرر بعد غياب كما ذكرت لسنوات. المشهد يتكرر مثل ما كان عليه الحال في ملاعب عنابه ووهران ونيلسون مانديلا. جمهور قسنطينة والجماهير الجزائرية بصفة عامة تصنع أجواء رائعة جدا، وحضرت بقوة لتتابع مباراة هذا المساء بعنوان الوفاء والوقوف إلى جانب الخضر في كل الظروف. مشاهدينا لحظات ويدخل المنتخبان. عمورة يراوغ عمورة، سرعة عمورة، مرور وفرصة وأول ركنية في المباراة. واحد من أسلحة المنتخب الجزائري. كرة طويلة إلى الأمام، كاد أن يخادع مرماه، كادت أن تكون فرصة خطورة مستمرة. هذا غويري كرة ولكن تحولت إلى الحارس. مباراة الشهيرة، فرصة الهدف الأول ضاعت، خطأ من الحارس، ما تزال الفرصة. هذا محرز عمورة الهدف الأول في الدقيقة 12 يعلنها السريع محمد الأمين عمورة، هدف أول في المباراة. فرحة جماهيرية كبيرة طبعا. خطأ لا يغتفر من الحارس برونو فاريلا. لاحظوا الإعادة في المرة الأولى، حاول أن يتدارك الخطأ. غويري يستقبلها بشكل ممتاز. رياض محرز، عمورة وغويري، عمورة وغويري، ضاعت على أمين غويري فرصة الهدف الثاني. لاحظنا التبادل الكروي 1-2 بين عمورة وغويري. سيكون يتقدم حذاري من مرور جانيرو والتغطية رائعة. شوف كيف قطع المسافة تقريبا 10 أو جانيرو. البحث عن سميدو ولكن الكرة إلى ركلة مرمى. عوار الهدف له. يا سلام على هذه الكرة من أمين غويري، كاد أن يسجل الهدف الثاني للمنتخب الجزائري. كرة عوار استقبلها أمين من اليسرى هذه المرة، يمرر بحثا عن إسلام سليماني وبحثا عن منتخب الراس الأخضر عمورة، بحثا عن رياض محرز. الآن رياض على من تسديدة قوية. رياض بحث عن الزاوية البعيدة ولكن التمريرة كانت ممتازة من محمد الأمين عمورة على المقاس لمصلحته ولفائدة. شوف الإعادة لم يكن متسللا رياض محرز. الكرة تجاوزت تافاريز وهنا محرز عيد. الآن حسام عوار يا له من هدف ثاني رائع من حسام عوار الذي يسجل أول هدفه مع المنتخب. يا سلام على الهدف ويا سلام على التمريرة ويا لروعة التمريرة والهدف بذكاء كبير. عوار هنا التمريرة خلف المدافعين. عوار بذكاء يرفع الكرة لوب على الحارس. برونو فاريلا يسجل الهدف بطريقة جميلة. يدون حسام عوار أول أهدافه مع المنتخب. يغير اتجاه الكرة إلى حسام أو إلى رياض محرز. البحث عن رأسية. الثالث للمنتخب. حسام عوار إذن يسجل الثالث للمنتخب الجزائري. انهيار دفاعي لمنتخب الراس الأخضر. لاحظوا الإعادة، طوفان جزائري في هذه اللحظات. شوف رياض محرز سينفذ عوار بحثا عن إسلام، على رأس إسلام. الثالث والرابع ما تزال الخطورة. يقول الحكم مخالفة لروبرتو لوبيز. المنتخب الجزائري كان قريبا من الرابع وليس الثالث. المنتخب الجزائري
شوف هنا اعتقد انه ماندي كان في وضعيه تسلل مع بدايه اللقطه. اعتقد تسلل في المره الثانيه عاد. عادت للمنتخب الجزائري امين كويري بحثا عن رياض ربما الهدف الرابع. راميز راميز الهدف الرابع للمنتخب الجزائري، الثاني لراميز زروقي مع المنتخب الجزائري في 26 مباراة مع الخضر. راميز زروقي بطريقة ممتازة يصوب بالجهة اليمنى للحارس برونو فاريلا بطريقة رائعة. رياض محرز، رياض إلى عطال تصويب هذه المرة بالقدم اليسرى على غير العادة. يوسف يصوب بالقدم اليسرى وليس اليمنى. نتذكر جيدا كيف 5 أهداف. ما زال عمورة يبدع، ما زال عمورة ينطلق المساندة الهجومية وفي التمرير لفارس الشعيبي. هذه فرصة للمنتخب الجزائري لإسلام، ولكن تمريرات إسلام بعيدة تماما فوق مرمى. توسط ميدان كارا غومروك التركي الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري التركي. بينما هنا هجمة مرتدة رائعة ممتازة. التغطية من محمد الأمين توغاي الذي دخل بديلا لعيسى ماندي، لكن قبل ذلك كانت فيه راية. ركنية منفذة في القائمة الثاني بالراس. الاستقبال صدها ماندريا، اصطدمت بالعارضة، صدها ماندريا بشكل ممتاز. الرأسية كانت من المدافع روبرتو لوبيز في القائمة الثاني مباشرة. لاحظوا الإعادة منفذة من جاميرو ثم مراوغة، يفضل دخول منطقة الجزاء، المراوغة وركلة جزاء ركلة جزاء للمنتخب الوطني الجزائري. بالرحمة بمجهود فردي يتحصل على ركلة جزاء. طبعا هل سينفذها بالرحمة أم سينفذها إسلام سليماني؟ يتقدم إسلام والهدف الخامس للمنتخب الجزائري. إسلام سليماني يسجل الهدف رقم 43، الهداف التاريخي للخضر، يعزز رصيده من الأهداف، يرفع الحصيلة إلى 43 في 94 مواجهة. لاحظوا الإعادة بثقة وبداية.